بسم الله. في الصورة دي واضح إنه كان في سباق أو لعبة معينة، وفي يعني 3 فازوا. فاللي فاز نمرة 1 ماسك الورقة بتاعته وبيعيط، واللي فاز بالنمرة 3 بيهيص ويتنطط كأنه هو الفايز بنمرة 1. فالشخص اللي أو الصحفي اللي عمل كده هو بيقول رأيه، يعني إنه فرحته بالمركز الثالث جعلت من فاز بالمركز الأول يظن إنه خاسر فعلا. فإذا اقتنعت بما لديك تكن أغنى الناس. أنا شايفة إن هو لخبط المواضيع شوية. ليه بقى؟ لأنه يعني اللي فرحة زيادة ده أوكي، أهله بيعاملوه كويس، عنده ثقة في نفسه وكل حاجة، هو كشخصية من جواه متفائل، مش مشكلة يعني، عادي يعني. إنما في مشكلة في بتاع المركز الأول، يعني ليه عيط؟ يا ابني انت كسبت المركز الاول، ليه عيط؟ ده بيدل على يعني مشكله في التربيه، او مشكله في شخصيه الولد نفسه. الموضوع مش بالبساطه ديت. اذا اقتنعت بما لديك ماشي، ما احنا عارفين الكلام ده، بس لا يعني ده لا ينطبق على الصوره. الى حد ما في مشاكل هنا، في مشاكل لازم تتصلح. وعموما ربنا يكرمنا جميعا.